هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سلة 4 مثل الوسيط ولكن مجانا. العقربه اللي عماله تلوش دي في التلفزيونات وفي المحطات الفضائيه ولا ماسكني كل يوم ديب 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 دبدبوا زي ما انتوا عايزين، دبدبوا زي ما انتوا عايزين. انما ده ربنا قال عليه، ربنا قال عليه ان يطلع المسلم الشيخ يشتم في الناس بألفاظ انا ما اقدرش اقولها. انا الصايع، انا ابن الحاره المصريه. ما كنتش اتصور ان ممكن يبقوا كده، ما كنتش اتصور ابدا ان لما الدوله اللي يحكمها مجموعه بتقول الشريعه وبتقول بتاع ايه الشريعه، مالكم الشريعه في ايه؟ هو احنا كفره؟ هو احنا كفره؟ شايفين الناس ماسكه ازازه خمره وماشيه في الشوارع والراجل والست ماشيين حاضنين بعض في الشارع وبوسوا بعض في العربيه؟ في ايه؟ شايفين الحرامي متساب؟ الحرامي بجد اتساب، اللي عمل مشاكل اتساب بسببكم. فهمونا ايه الحكايه، لازم نفهم، ما توهوش الناس. نقول بلطجيه حمدين والبرادع بيضربوا الناس بالحجاره ونعمل لهم كرسي في التأسيسية وكرسي فاضي ونصور الكرسي ونعمل بيهم شوية أونطة، شغل لبش بعيد عنك، بعيد عن السامعين. ايه المنظر اللي اتعمل ده؟ وايه الخطب اللي اتقالت دي؟ وايه العصبية اللي كانت موجودة عند الناس دي؟ ما خلاص، ما دستور مشي وخلاص، يلا خليه يمشي خلاص، وقولوا نعم بكرة وخلصونا، مش مشكلة. مش هتخرب البلد يعني ولا هتستقر، لا هتخرب ولا هتستقر، لان مش الدستور اللي هيخلي البلد تستقر. وهتشوفوا الوقت معانا ان شاء الله، اذا ربنا احيانا. الاعمار بيد الله. بس بيقولوا محمود قال ان البلد مش هتستقر زي ما حصل في مارس السنه اللي فاتت. دستور الاستقرار 19 مارس، دستور الحق الاستقرار، الحق البتاع وجريوا ولعبوا وعملوا وسووا. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، ودقون وجلاليب وحاجات حلوه. يا شيخ عبد الرحمن يعقوب، يا خطيب مسجد الحمد، لا كده عيب، كده كخه، كده كخه. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سلة 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.